السينما الجزائريه السينما نحن كشعب سوداني مهتمين بالسينما الجزائريه قوي، فشكلت فتره من حياتنا، شكلت وجداننا السينما الجزائريه. وكل مره مهرجان وهران يزدان بحسن التنظيم وحفاوه الشعب الجزائري، ونسعد كثيرا لما نشوف الشعب الجزائري بمختلف اطيافه يحضر الى صالات العرض ويشاهد افلامنا، هذا اكثر شيء نحن يسعدنا ويبقنا. فشكرا جزيل الشكر من القلب على الوقت اللي خصصوه ويخصصوه. ولكن النجاح هو اولا وقبل كل شيء هو المثابره وفارق مليح والممثلين ملاح، وان شاء الله يعجب الفيلم ويعجب سكان ناس وهران، ونشكرهم على هذا المهرجان الرائع. تحية تقدير وتهنئة للسيد ولي ولاية وهران وإلى محافظ المهرجان وأعضاء المحافظة وإلى كل المبدعين والمساهمين في إنجاح هذه القطعة الخاصة. أجمل التحايا لكل ضيوفنا من الوطن العربي ومن خارجه، ولكل الفنانين والمبدعين وعشاق السينما الحاضرين بيننا اليوم. صدقوني وددت كثيرا أن أكون بينكم الليلة، غير أن التزاماتي المكثفة هذه الأيام حاولت وهذه الانسبيريشن والجيل الجميل بين الممثلين والسينمائيين. مساء الخير. أنا سعيدة أولا أن أنا في هذا البلد العظيم لأول مرة. فيلم العام راني جاي كمشارك بفيلم قصير نتيجه ايجابيه، ريزولتا بوزيتيف. يعني نتمنى تكون الصاله تكون مليئه والناس والجمهور يبروفيتي ويجي يشوف الافلام اللي رانا جايبينهم لهم. ولكن الا ما كانش القاعات، يعني للاسف السينما بالقاعات ماشي تلفزيون، ماشي نتفليكس، ماشي يعني حاجه مختلفه. وكي تشوفها في القاعه وايكرون كبير. اليوم المهرجانات هي 3 نوافذ مهمه جدا. اولا هي فرصه للجمهور لمشاهده احدث الافلام في ظل تنافس المنصات، في ظل تنافس يعني قله قاعات العرض. ايضا هي فرصه لصناع الافلام الشباب الذين يقدمون اعمالهم لاول مره من خلال ايام صناعه الافلام، وهي يعني صناديق الدعم، وهي الحلقه الاساسيه التي ينظر اليها اليوم في المهرجانات العربيه تحديدا. وبالتالي ايضا فرصه لاننا رايحين نقدم اخر عمل لنا فيلم يسبق به تحت عنوان قبيل شرف. هي فرصه حتى المهرجانات ربما هذا المركز سيشرف على المهرجان، لان هذا التنظيم ضروري. عندما ننظم القطاع تنظيم مهني، تنظيم متعارف عليه عالميا، ما قد يحدث اننا سننطلق. الشباب عندنا طاقه ما شاء الله، يعني ما يقولكش بان نقعدوا غير احنا الكبار اللي في الميدان، لا، لازم نمدوا المشعل، وحنا يعني لازم علينا لازم احنا نساعدوهم ونوقفوا معاهم ونوقفوا بجنبهم، نقول لهم اروحوا تشوفوا، لانه الافلام هي لقطات كما نقولوا حنايا ترفيه، بصح في نفس الوقت تسمح لك في التخمام، تسمح لك في انه تفتح رايك الى وجهه نظر واحده اخرى، تقدر تتقبل الاخر بسهوله. يعني انا فهم شنو الفن. والله اول مره معناها نجي لوهران، جو سمباتيك، العباد زينه ومليحه، توفا بيان الحمد لله، كان استقبال طيب.